اللي بنت الحلم. يوم السبت اللي فات الساعة 7 بالظبط كانت أنظار العالم كلها متجهة ناحيتنا. مصر بتكتب فصل جديد من التاريخ، والمتحف المصري الكبير بيفتتح رسمياً قدام عيون الدنيا كلها. لحظة خلت كل المصريين يقفوا كده في صمت فخر، وكل المواقع العالمية ما كانش عندها كلام توصف بيه اللي شافته. بس وأنا بتفرج كنت بفكر ورا كل صورة من اللي شفناها في كام قصة محدش حكاها، وده اللي هنعيشه النهاردة في الحلقة الثانية من سر الماسة الذهبية، الناس اللي بنت الحلم. في الحلقة اللي فاتت كنت هناك وسط تماثيل بتحكي أسرار آلاف السنين، كنت حاسة إن الحكاية خلصت. بس لما الدنيا كلها اتكلمت عن مصر الأسبوع ده فهمت إن اللي شفته كان البداية بس، ولأن الحلم الحقيقي كان في الناس اللي بنت الحلم ده. مشروع بدأ كحلم سنة 2002 واستمر لحد ما تحول لأعظم متحف أثري في العالم، مقام على مساحة 500 ألف متر مربع، منهم 100 ألف متر للعرض بس و86 ألف للخدمات. استمر بناؤه أكتر من 20 سنة وتكلفته تخطت $1 مليار بمشاركة يابانية من خلال هيئة جايكا. التصميم اللي كسب المسابقة العالمية دي سنة 2003 كان من نصيب المهندس الإيرلندي هنغن ليزلي، والواجهة كلها مصنوعة من حجر تورا المصري، وده نفس المكان اللي اتبنت منه أهرامات الجيزة. كأن التاريخ بيكمل نفسه بنفس الإيد وبنفس الأرض. الناس اللي ورا الحلم، ورا كل حجر في حد تعب، ورا كل تمثال بيتنظف في إيد بتترعش من الدقة والمسؤولية. أكتر من 8000 مصري اشتغلوا في المشروع ده، مهندسين، عمال، فنيين، مصممين. رحلة نقل تمثال رمسيس الثاني لوحدها كانت ملحمة هندسية. وزنه 82 طن، اتنقل على مدى 5 أيام بخطة دقيقة جدا لحد ما استقر في البهو العظيم. أما فريق الترميم بقى فده اشتغل 12 سنة على مجموعة توت عنخ آمون. أكتر من 5000 قطعة نضفت وترممت واتجهزت للعرض لأول مرة كاملة. الحكاية هنا مش بس عن ملوك الماضي، الحكاية عن ملوك الحاضر اللي بنوا حضارة جديدة في 2025، ولسه السر ما كشفوش كله. استنوني بعد الفاصل نكمل الحكاية. بعد الافتتاح العالم كله اتكلم عن مصر. مجلة نيويورك تايمز كتبت المتحف المصري الكبير، قالت عنه ايه؟ هدية حضارة لنفسها. عندك البي بي سي قالت ده مش افتتاح، ده متحف استعراض لقوة مصر الناعمة. ناشونال جيوغرافيك وصفت المتحف بأنه تحفة هندسية بتعيد تعريف التاريخ من جديد. العالم شاف ان مصر مش بس بتحافظ على الماضي، مصر بتقود المستقبل. نيجي بقى لتوقعات السياحة العالمية بتقول إيه؟ مصر هتتقدم للمركز الخامس عالمياً في السياحة الثقافية خلال 2026، وهيئة السياحة الدولية قدرت إن المتحف هيستقبل أكتر من 20 مليون زائر سنوياً، وده هيضيف للاقتصاد القومي حوالي $15 مليار سنوياً. ده غير آلاف فرص العمل الجديدة في الفنادق، التصوير، النقل، الإرشاد، الخدمات السياحية. يعني ببساطة كده المتحف مش مجرد مبنى، ده اقتصاد جديد ورسالة حضارية للعالم كله. وأنا هنا في البهو العظيم ده بصيت في وش رمسيس، حسيت إنه بيتنفس فخر، كأنه بيقولك اللي بدأناه زمان كملتوه النهاردة. اللحظة دي علمتني حاجة، علمتني إن مصر عمرها ما كانت حكاية بتتحكي، مصر هي اللي بتحكي للعالم. ودي كانت الحلقة الثانية من سر الماسة الذهبية، الناس اللي بنت الحلم. استنوني يوم الاثنين الجاي، ولأن الماسة دي لسه بتلمع ولسه جواها أسرار ما اتحكتش. سلام.